وانتم بخير. معاكم احمد الحفناوي مدرس مادة الفيزياء، وده الحلقة الثانية من قناتكم اليوم السابع لمراجعة الفيزياء، وهنثبت لكم ان الفيزياء مادة ان شاء الله تتحل بسهولة. تمام؟ ان شاء الله خير. يلا بقى مجهز لكم شوية اسئلة كده عشان نتدرب على طريقتنا ازاي تحل الفيزياء في 3 خطوات. يلا بقى نبدأ مع بعض. السؤال اللي بعد كده: في الشكل المقابل تكون النسبة بين الاي 1 للاي 2 هي كام؟ طبعا سؤال لو شفته في الاول هتلاقي نفسك اتخضيت، ولكن في الحقيقة هو سؤال جميل جدا وسهل جدا. طيب انت مع بعض كده، انا عندي التيار بيتوزع في الدايرة كالآتي. لو في التوصيل على التوالي فالتيار كده كده ثابت. يعني انت عندك في توصيل على التوالي التيار كده كده ثابت. حلو؟ يعني لو جينا قلنا نسبة الاي 1 على اي 2 وهم متوصلين على التوالي، على طول وانت مغمض تقول انه الاجابة بتاعتك 1 ل1. حلو قوي. طيب هنا بقى حضرتك الشكل ده ما فيهوش توالي، انا جايب توازي. حلو. الشكل ده هيتجاب ازاي؟ اول حاجة نشوف نسب المقاومات. طيب يا مستر ده نسب المقاومات هنا مختلفة، نعمل ايه؟ نعمل كالآتي: المقاومة هنا كام؟ 20، والمقاومة اللي تحتها كام؟ 20. يبقى التيار بتاع ده قد بعض، فلنفترض ان ده اي. طيب المقاومة العشرة دي نصها مش هيبقى اي، هيبقى كام اي؟ 2 اي. ليه؟ عشان كل ما المقاومة تقل التيار هيكبر. صح؟ فاكر لما كنا بنقول ان غاب القط العب يا فار؟ هو ده. ان قل الار زيد يا طيار. حلو قوي. يبقى بالتالي نعيد تاني الحته دي عشان نبقى عارفينها. 20 قد بعض، يبقى التيار بتاعهم اي. يبقى العشرة يبقى كام اي؟ 2 اي. حلو قوي. نيجي بقى في التانية بقى، اعملها انت كده معايا. يلا انت عندك 10 5 10. شايف العشرة والعشرة اللي فوق دول نفس التيار، يبقى نفترض ان هم تيارهم اي. يبقى الخمسة بقى دي طيارها ازاي؟ قال لك الخمسة طيارها 2 اي. الله، طب ما دي سهله قوي يا مستر. شفت بقى سهله ازاي؟ انا عايزك واحده واحده كده وتدرب على الاسئله السهله زي ما اتفقنا، وبعد كده اخش على الاسئله الصعبه. يبقى ده خلاص افترضناه 2 اي وده 2 اي، يبقى النسب بينهم هتبقى كام؟ 1. يا مستر طب ما سهله اهي. يلا بقى نتدرب كمان. يلا. فيش دايره كهربيه الموضحه بالشكل: اذا كانت قراءه الاميتر والمفتاح كي مفتوح. اهو بقى الطالب بيتلخبط في الحته دي، يقول لك اعرف ازاي مفتاح مفتوح ومفتاح مغلق والدنيا بقى انا اتلخبطت. هقول لحضرتك واحده واحده كده وتمسك ورقه وقلم واكتب معايا. حلو. المفتاح كي مفتوح مديك تيار. حلو. يبقى تلعبها على كل حاجه بايه؟ بوقتها. وزي ما بيقولوا كده في الايه، في الامثله الشعبيه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كل شاعر او كل شيخ له طريقه، او زي كده بالظبط. انت بقى خلي طريقتك ايه؟ مخصصه بيه. يلا بقى دلوقتي حضرتك انت عندك الفي كلها بكام؟ قال لك ب 12. التار كان كام؟ 1.5. اروح مدور بقى على المقاومه الداخليه بتاعت حضرتك. بكام؟ ب2. طيب لو انا قلت 12 على 1.5، مش انا هجيب التوتال بتاع المقاومات كلها؟ برافو عليك. طب حلو قوي. يعني لما فتحت المفتاح ده بقت 12 على 1.5، يعني التوتال ار توتال بقت 8. ايوه قول معايا. حلو قوي. فهتشيل من ال8 بقى، تعالى نركز مع بعض. انا عندي 8 ده رصيدي. اوكي، هنشيل منها 2 بقت 6، وكمان شيل 5 يبقى فاضل 1. يبقى المقاومه دي قيمتها كام؟ 1. بس كده. يعني المقاومه بقت 1 يا مستر. زي الفل. طب اقفل المفتاح كده. قال لك يلا كم؟ فعند غلق المفتاح كي تكون قراءة الاميتر تساوي كام؟ لما نقفل المفتاح يجي طالب كده ذكي يقول لي الله يا مستر مش انا قفلت المفتاح؟ والطار بطبعه بخيل. حلو. يعني بخيل يعني الطار ما بيروحش المقاومات. ما هو دام لقى سلك فاضي يبقى الطار هيروح فين؟ هيمشي في السلك الفاضي. يبقى الخمسة دي بقت ايه؟ ملهاش لازمة. ليه؟ عشان السلك الفاضي لغاها. الله، طب ما حلو قوي. يبقى شيل الخمسة. بقت المقاومة عندي كام؟ 1 و2 يبقوا كام؟ يبقوا 3. اذا الاي نجيبها بتساوي 12 على 3 فيها ال4. يعني التيار اللي ماشي هنا 4 وهنا 4 وهنا 4 وهنا 4. طب هنا قال لك المقاومة الخمسة دي تيارها 0 يا مستر. شكرا. نيجي هنا بقى، فين ال4 يا ريس؟ اهو ده 4. 4 في 1 يديك كام؟ 4 فولت. بس كده. يبقى قراءة الاميتر هتساوي 4
وقراءة الفولتمتر. السؤال اللي بعد كده في الدايرة الكهربية المقابلة، إذا كان مؤشر الجلفانومتر يستقر عند الصفر فإن قراءة الأميتر هتساوي كام؟ هنا بقى السؤال هنا مش يعني اللي اتفرج على الحلقة اللي فاتت هيعرف إن السؤال ده بالنسبة له بقى إيه خلاص سهل. ليه؟ لأنه كده كده السؤال ده اتدرب عليه. طيب نبدأ كده نراجع مع بعض. أنت عندك إمتى التيار هنا يبقى بصفر؟ قال لك في حالة إن نسب المقاومات يبقوا قد بعض. طب حلو قوي. يعني 9 على ار بتساوي 3 على 6. طيب نتدرب تاني. 3 الستة ضعفها يبقى التسعة الار ضعفها يبقى الار بكام؟ ب 18. دي سهلة قوي. طيب 3 و6 دول ما خلاص ده بصفر اللي هو قراءة الجلفانومتر هنا بصفر. يبقى 3 و6 دول 3 و9 هيبقى كلهم كام؟ 12. طب و6 و18 هيبقى كلهم كام؟ 24. يبقى انت هتاخد ال 12 مع ال 24 توازي يديك 8. يبقى المقاومة التوتال بتاعت الشكل ده 8. حلو. اذا عايز الاي بتساوي ايه؟ قال لك في باتري على ار زائد ار. طيب الفي باتري اللي هي القوة الدفعة الكهربية عند حضرتك 20. طب المقاومة عند حضرتك بكام؟ 8 زائد 2. يبقى 20 على الاتنين فيها الكام؟ قال لك فيها 2 امبير. 20 على ال 10 اسف سوري 20 على 10 فيها 2 امبير. يبقى الاجابة الصح هتطلع 2 امبير. تمام. في اي مشكلة؟ ده سؤال جميل جدا برضو سهل. تعال بقى نخش للسؤال اللي بعد كده. وتخلي بالك قوي وانت بتقرا بص على السؤال او بص على الشكل كمان. طبقا للشكل المقابل فإن قراءة الفولتمتر تكون كام؟ بص كده للرسمة أهي. ده بكام؟ 12. ده مين؟ ده الفي باتري. شوف تناقش مع نفسك كده. حلو. الار الداخلية نص الار. طب والمقاومتين دول إيه؟ ما هم متوصلين توازي يعني ومتساويين. حلو قوي. يبقى ار على الاتنين. حلو. ار على الاتنين اللي هي نص الار زائد ار زائد نص الار يبقى قيمتهم كام كلهم؟ يبقى الار توتال عند حضرتك ب2. اذا الاي شدة التيار هتساوي 12 على الاتنين يديك كام؟ 6. برافو عليك. طب تمام. يبقى كده قراءة الفولتمتر تبقى 6. لا استنى بس تعالى بقى كده نمشي مع بعض. حلو. انت عند حضرتك ماشي اهو ده التيار. حلو. المقاومة هنا كانت ار. شدة التيار اللي داخل لها 6. جبتها ازاي؟ 12 على الاتنين. حلو. يعني ده هنا بقت 6 ار. طب نيجي هنا بقى. هنا بقى هتبقى 6 ار. لا استنى بس انت ما خدتش بالك ان دول متوصلين على التوازي. وما دام متوصلين على التوازي يبقى نجيب الار توتال بتاعتهم. الار المكافأة بتاعتهم. يعني الار والار هتبقى نص الار. طب نص الار في قيمة شدة التيار اللي انت جبتها اللي هي 6. يبقى 6 في نص ب3. فيجي طالب يبقى الإجابة هتطلع ج. يجي طالب ما خدش باله من حاجة كده يقول لك يا مستر مش ده سلك فاضي. لا استنى بس هنا. طول ما ده فولتمتر ما ينفعش تحط عليه سلك فاضي لأن دول متوصل على التوازي. امتى أقول سلك فاضي؟ يعني لو حطيت لك هنا أميتر. فلو حطيت هنا اميتر خلاص هنا بقى السلك الفاضي اللي معاك اللي انت قصدك عليه. لكن طول ما انا حاطط هنا فولتميتر معناها ان ده متوصل على التوازي يبقى ده مش سلك فاضي. لان كل فولتميتر بيبقى ليه مقاومه لو تفتكروه. ومقاومه بتبقى ايه؟ كبيره. ليه؟ علشان متوصل على التوازي صح؟ فخلي بالك. فما دام متوصل على التوازي والمقاومه كبيره ما يتاثرش. بس عشان كده لو خدت بالك الاجهزه دي غير دقيقه. ودلوقتي بقى في العالم كله بيستخدم حاجه اسمها جهاز الافوميتر. تمام. فمش عايزين نخرج بره ايه؟ بره السؤال. نخش على السؤال اللي بعد كده. ده سؤال جميل جدا. في الدائره الكهربيه الموضحه تكون قيمه القوه الدفعه الكهربيه للبطاريه. هو عايز الفي باتري. طيب مبدئيا كده وانت انت كطالب ثانويه عامه لازم تبقى ايه؟ منظم شويه في الحل. يعني بص على الشكل. حلو. طلع مقاوماتك. حلو. يلا نطلع مقاوماتنا واحده واحده. ار وار دول ايه؟ ايوه يا مستر ار وار توازي. حلو قوي. و2 ار. طيب الار وار توازي احنا لسه عاملينهم دلوقتي بنص. وهنا 2. حلو. وهنا كمان نص. ايوه يبقى انت عايز الفي باتري. طيب انت بقى لازم تجيب قراءه الاميتر. طب نجيبها ازاي يا مستر وانا ما معيش في باتري؟ اللي بص كده دور في الشكل. شفت حاجه؟ يا مستر ايه اللي انا شايفه ده؟ الفي بكام؟ ب20 على مقاومه كام؟ 2 ار. الله يبارك لك. يبقى 20 على الاتنين بكام؟ ب10. يبقى هنفترض ان المقاومه بواحد. حلو. ونقول 20 على الاتنين بكام؟ ب10. خلي التيار على جنب. حلو.
يلا نجيب 20 على 2 ار بقت 10 على ار. حلو. لو انت ما افترضتش الار بايه؟ بواحد. طب تمام. وبعد كده نجيب المقامات المكافئه. ار وار نص، وهنا في نص يبقى 2، يبقى نص ونص يبقى 1، 1 و2 بقت 3. طالب يقول لي طب ما سهل، 3 في 10 على الار، 3 ار في 10 على الار يديني كام؟ يديني 30. طيب في طالب ذكي شويه يقول لي يا مستر طب معلش ال 20 مش الاثنين ار دي يعني مقاومتين كان فرق الجهد 20. طب تمام. طب نص ونص مش دي مقاومه؟ يبقى فرق الجهد كام؟ 10. 10 و20 يبقى 30. برافو عليك. طب في طريقه ثالثه يا مستر، ده في ثالثه ورابعه و25 زي ما انت عايز براحتك. طب يلا بقى قلت واحده بس وخلاص. يلا مش ال 20 كان 2 يعني 20 الاثنين كان 20. طب النص، نص ال 20 كام؟ 5. ونص ال 20 كام؟ 5. 5 25 يبقى معاك 5 زائد 5 زائد 20 يديك المقاومه 30. شفت بقى الدنيا هتبقى سهله، بس انت بس اسعى وربك ايه؟ وربك هيكرمك في الحل. يلا بقى السؤال اللي جاي بقى مصر كلها هتغلط فيه. ليه بقى؟ سؤال بيدوخ طلبه كتير جدا. طب يلا بقى ناخد بالنا من الشكل ده. بيقول لك الشكل الذي امامك يمثل جزء من دائره كهربائيه، فالنسبه بين قراءه الفولتمتر V1 و V2. حلو قوي. V1 على V2 تبقى كام؟ يلا بقى امشي معايا واحده واحده كده سيادتك. ده ار. حلو. كان فرق الجهد كام؟ V1 اللي هو شغال على ايه؟ على ار. والتيار بتاعه حكايته ايه؟ قال لك ده يا مستر التيار الكلي. يعني ده التيار الكلي. فرق الجهد كان ايه؟ كان V1. يعني اي كلي في ار. برافو عليك. اي كلي في ار. حلو. طب نيجي هنا بقى. هنا بقى دول متوصلين على التوازي. حلو. التلاتة ار دي فوق، طب وتحت كمان 3 ار. يعني معنى ذلك ان التيار هيتجزأ، ويتجزأ بالتساوي. يعني فوق اي وتحت اي، صح؟ لا يا مستر، لازم يكون ده نص اي وده نص اي، لان انت فرضت ان ده اي. طب ممكن اعمل كده في حاله واحده بس، لو انا افترضت ان ده ب2 يبقى ده بواحد واحد. حلو. يعني انت عندك طريقتين حل برضه. طب يلا تاني. ده يا مستر اي يبقى ده نص وده نص. حلو قوي. كده خلصنا من التيار. الفي مش بتساوي اي في ار. اي في ار. حلو تمام. طب نيجي هنا. نص اي في 2 ار، ما هو نص في 2 بواحد، وهنا 1 في 1 برضه بواحد. طب ما سهله اهي. يبقى الاجابه هتطلع كام؟ الاجابه بتاعتهم 1:1. حلو قوي. طب يلا بقى نفس الفكره. هات لي بقى الفي ده وافترض ان على ده على الار يبقى اي في ار ونص الاي في ار، يعني دي ضعف دي. فهمتوا الفكره؟ وهكذا. درب نفسك كتير. تمام. السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده في الدائره الكهربائيه الموضحه تكون قراءه الفولتمتر. قراءه الفولتمتر هنا اول ما شفنا السؤال ده هنتخض، ولكن هو في الحقيقه سهل جدا. هتمشي بكيرشوف مسار. حلو قوي. اول ما تمشي في كيرشوف مسار حضرتك خلاص ال20 دي هي فرق الجهد اللي هنا، يبقى نفس القيمه. بقت سهله اهي. يبقى ده 20 يبقى فرق الجهد هنا كمان زيه 20 لان مفيش حاجه ثانيه. طب يا مستر ينفع ابقى من تحت؟ ماشي مفيش مشكله، ممكن تمشي المسار اللي تحت بس هتبقى طويله شويه معاك. يبقى الاجابه هتطلع 20. طيب في اي مشكله في ده؟ السؤال بعد كده اختر الاجابه الصحيحه عند زياده مقاومه الريوستات اللي هي اس دي. فين الاس اهي؟ فان الاجهزه في الدايره المقابله سوف تقل قراءتها. استنى بس الاول. لما ازود الريوستات يعني مقاومه تكبر، يقوم التيار ايه؟ يقوم الامبير ده يزعل. ليه؟ عشان انت كبرت المقاومه. حلو. التيار ايه؟ يقل. حلو. ويقوم في ده قال لي استنى، ده فرق الجهد على المقاومه ده بيحب الار. حلو. يعني ده كمان هيزعل. يبقى ده كبر، ده زعل، ده زعل. يقوم ده لا، ده بيكره الاي، يعني ده كمان هيفرح. يبقى مين الحاجه اللي هتقل؟ ده وده. مين الحاجه اللي هتزيد؟ ده. شفت بقى ازاي؟ ليه؟ القانون هو اللي بيحكم معايا. ده في باتري ناقص اي في ار،
فالعلاقه بينه وبين الاي علاقه ايه؟ عكسيه. والعلاقه بينه وبين الار، الله، ايه ده؟ ده انا ما خدتش بالي خالص. مقاومه داخليه بصفر، يعني فرق الجهد ده مش هيتغير، هيفضل زي ما هو. هتفرق يا مستر؟ هتفرق ونص. حلو، يعني المقاومه الداخليه هنا هتبقى صفر. حلو، يبقى هنا بيساوي الفي باتري، يعني ده كده وصل لقيمته العظمى، خليك على جنب. طب ده بقى يقل، ده يقل، يلا بقى، يبقى مين الأجهزة التي سوف تقل قراءتها على طول؟ في واحد، وقراءة الأميتر فقط. طيب لو المقاومة دي فيها رقم، ده هيزيد. المقاومة دي صفر، يبقى بالتالي مش هيتأثر. شفت بقى سهلة ازاي؟ ان شاء الله الفيزياء مادة سهلة، بس اعمل اللي عليك وذاكر وحل كتير. تمام؟ ان شاء الله كله هيعدي وكله، وهانت خلاص يا بطل، خلاص فاضل على الحلم تكة. ربنا يوفقكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقات اخرى. اخوكم احمد الحفناوي، والسلام عليكم ورحمة الله.